لو في شخص بيتقل عليك أو متغير معاك تعمل إيه؟ مش أي شخص يتقل عليك تبصله وتهتم هو ليه بيتقل عليك. مش أي شخص متغير معاك تبصله وتهتم هو ليه متغير معاك. لازم الأول تسأل نفسك، هو الشخص ده بيمثلك إيه في حياتك؟ لو أنت مرتبط بالشخص ده فعليا يبقى ساعتها هو جوه دايرة الأشخاص المهمين في حياتك، يبقى من حقك ساعتها عايز إنك تبص وتسأل نفسك وتعمل رد فعل كمان. لكن لو هو مجرد شخص عادي اتعرفت عليه واتعودت ان انت تتكلم معاه مش اكتر من كده، يبقى هو كده لسه بره الدايرة دي، يبقى هو حر ومش مربوط بكلمة معاك. ولو انت اهتميت باللي هو بيعمله تأكد ان انت كده بتديله اكبر من حجمه، لان انت بتديله اهتمام المفروض الاهتمام ده تديه للناس اللي جوه الدايرة بتاعتك، انت بقى بتديله هو، يعني بتديله حاجة مش من حقه. لازم تبقى حاطط كل شخص في مكانه الطبيعي، ولو في شخص مش بيمثلك حاجة في حياتك ما ينفعش ساعتها ان انت تدي اهتمام لأي حاجة هو بيعملها ولا حتى يتلفت نظرك ليها. ولازم تعرف انك لو اديته اهتمام تأكد ان انت كده كأنك بتدي جارك مفتاح بيتك، انت بقى بتدي الشخص ده مفتاح حياتك وبتقوله اتفضل انت جوه حياتي وجوه دايرة اهتمامي، ههتم لأي حاجة انت تعملها. وهو مش جوه حياتك لسه، يبقى يعمل اللي هو عايزه مع نفسه.